إذا تدفنت الفكر ديالي تطبع من بعد موتي. الفلاسفة كل جلهم تقتلوا، وليس هناك فيلسوف لم يسجن، لا يوجد إلا ابن رشد نوفية. ابن رشد نفاوه لمراكش، هو ولد قرطبة ونفاوه لمراكش، بقى تما سنة مات توفى. أولا ابن رشد نفاه يعقوب المنصور من مراكش إلى قرطبة، وليس من قرطبة إلى مراكش، ثم عفى عنه فعاد إلى مراكش فتوفي فيها. وهل ابن رشد كان عالما مسلما؟ وهل أنت تشبهه من حيث الفلسفة؟ أسئلة كلها سنعرف إجابتها من خلال طردنا في هذا الموضوع. ابتداء من غد لن أتحدث عن الكهنوت، كفى. ستكون أقوى لأن ستكون فيها الرشدية، فلسفة يعني فلسفة فيض، وهذا فكري وأنشره ولا يمنعني أحد. فمن فلسفة ابن رشد أنه يقول الخلق لم يخلق من العدم، ولكنه خلق من المادة الأصلية، والخلق هو تغيير الخلق من شيء إلى آخر أو من شكل إلى آخر، والجسم لا يتقادم بل يظل أزليا أبديا لا يتلاشى، لأن المادة التي خلق منها أزلية وأبدية ولا تتلاشى. وكل فعل يفضي إلى خلق شيء ما إنما هو عبارة عن حركة، والحركة تقتضي شيء لتحركه، ويتم فيه بواسطة فعل الخلق، والله لا يعلم ولا دخل له بالجزئيات. إذن هذه هي فلسفة ابن رشد، الفلسفة الرشدية التي تتشدق بها، كلها إلحاد، مليئة بالإلحاد. فما معنى قول ابن رشد الخلق لم يخلق من العدم، أي لم يخلق من اللا شيء؟ هو مخالف لصريح القرآن عندما يقول المولى عز وجل قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أي لم تكن أي مادة. فإذا قلنا بأن هناك مادة تشبه الله في الأزلية، فإذا قلنا بقدم المادة وبأن المادة أزلية أبدية لا تتلاشى، فهنا نكون قد نسبنا لله إله معه يضاهيه في أبديته وفي أزليته، لأن الله هو الأبدي الذي لا بداية له ولا نهاية له. وإذا قلنا بأن المادة أزلية ولا تتلاشى، فهذا يعني أنها ليست لها بداية وأنها ليست لها نهاية. في الحقيقة إن ابن رشد يجعل مع الله إلها آخر يشبهه في الأزلية وفي القدم، والله سبحانه وتعالى ينفي عن ذاته الطيبة المقدسة أن يكون هناك إلها معه يشبهه في أي شيء، لا في القدم ولا في الصفات ولا في أي شيء من ذاته الطيبة المقدسة، كما قال في القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية ينفي على أن يكون له ندا أو إله يعادله في أي شيء، ولو كان ثمة شيء يضاهي الله في الأزلية لكان الأزلي يستحق أن يكون الله أيضا، ولذهب كل إله بما خلق في الخلق المشترك بين الإلهين، لكن الله سبحانه وتعالى ليس له شركاء. وأما قوله أن الخلق هو تغيير الخلق من خلق إلى خلق آخر أو من شكل إلى شكل آخر، فهذه هي العقيدة البوذية تماما. فالبوذيين أتباع بوذا يعتقدون بحيلولة الأجساد، أنه بعد الموت يحل الجسد في شكل آخر وفي بدن آخر. فالعقيدة الحيلولية وأن الجسد يفضي إلى أن يحل في كائنات أخرى، هذه العقيدة ربما درسها ابن رشد من كهنة هندوس، وأن كل شيء يقتضي ويتطلب الحركة بواسطة فعل التخليق، وبهذا يكون قد نسب أيضا للإله عجزه بموجب اضطراره لفعل الحركة في بدء الخلق، بينما الله سبحانه وتعالى منزه بذاته الطيبة المقدسة عن كل هذه الأقوال الشركية عن الحركة، فهو ليس بحاجة إلى أي شيء ليخلق الخلق. فهو سبحانه وتعالى يقول في كتابه الحكيم أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون. وقوله كن فيكون هي مشيئة الله وإرادته في خلق الخلق، وليس بحاجة إلى أن يقول كن، فكن هي مشيئته سبحانه وتعالى في خلق الخلق من لا شيء ومن العدم إلى اللا شيء، إلى الشيء، وليس باعتماده على أي مادة، فهو خالق المادة سبحانه وتعالى، فهو خالق المادة وهو واجد كل الوجود، ليس بحاجة إلى أي شيء لكي يخلق الخلق، فهو خلق كل هذا الكون وكل هذه المخلوقات من لا شيء بإرادته وبقوته، فهو الأزلي الأبدي، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية والكبير بلا حد والحي بلا موت. هذا هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعلم كل صغيرة وكبيرة، وليس كما قال ابن رشد أن الله لا يعلم ولا يتدخل في الجزئيات، وهذا كفر بواح مخالف لصريح القرآن، فلا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الخالق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كما أنه لا يخفى عليه شيء في السماوات وما في الأرض، كما قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله تعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ولكنك أنت لا تشبه الفلاسفة من أي ناحية، ليس لديك أي مؤلف أو أي كتاب، فعلى ماذا تتحدث؟ هل أنت فيلسوف؟ أنت فقط تقوم بما يقوم به الملحد، تأتي بالشبهة تتقيأها ثم تذهب، فلا أنت ترد عليها ولا أنت تتورع على الإتيان بها.